السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد ومفيد فعل التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل التطبيقات في القناة عندي اضرب التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات اللي فيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه سمارت تي في كاست. التطبيق ده مساحته 23 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص بتحويل شاشة التليفون لشاشة التلفزيون، وتحويل الموبايل بتاعك لريموت كنترول للتلفزيون. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي عندك بتشاهد على التليفون بتاعك مقاطع فيديو، صور، فيلم، لعبة، اي حاجة بتشاهدها على الموبايل بتاعك، حابب ان انت تشوفها بشكل افضل، بشكل اكبر، بالحجم الطبيعي، حابب تشوفها انت واولادك، انت واسرتك، انت وزوجتك. فانت بتقدر تحول الشاشة بتاع الموبايل بتاعك للتلفزيون. كمان بتقدر ان انت تحول الموبايل بتاعك لريموت للتلفزيون، وداعا بقى ان انت الريموت بتاعك يضيع او حجارته تخلص او يحصل فيه اي مشكله او يتكسر وكل شويه تحتاج ان انت تشتري ريموت. لا، انت بتحول الموبايل بتاعك لريموت للتلفزيون، بس بيكون بشرط ان انت لازم يكون التلفزيون بتاعك يكون سمارت. كمان التلفزيون بتاعك هو والموبايل يكونوا متوصلين بنفس شبكه الواي فاي. لو عملت الشرطين دول هتلاقي الموبايل بتاعك اتحول لريموت، وتقدر ان انت تقلب، وتقدر ان انت تعلي الصوت وتوطي الصوت وتغير القناة وتقفل التلفزيون وتفتح التلفزيون وتعمل كل حاجة من خلال الموبايل بتاعك، وتستغنى خالص عن الريموت. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون كله باللغة الانجليزية. بس كده، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من تحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.